ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي. النهارده فوز النادي الأهلي بالسوبر الأفريقي في كرة اليد للمرة الرابعة في تاريخه، وتاني مرة على التوالي، تاني مرة ياخد الكاس السوبر الأفريقي على التوالي. والفرحة الكبيرة النهارده هي فرحة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي إن إحنا خدنا البطولة من نادي الزمالك. هم امبارح كانوا فرحانين وزايطين والدنيا اتقلبت عندهم بسبب إن هم كسبوا الأهلي وخدوا 3 نقط، وكان ناقص ان هم يستلموا ميداليات ويستلموا الكاس، ده اللي كان فاضل. نبتدي بس الحلقه ونرحب بجماهير المارد الاحمر. بتمنى طبعا من كل يشوف الحلقه يعمل لايك ويعمل شير ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد عن النادي الاهلي. وكمان ما تنسوش تدعموا اليوتيوبر الاهلاويه، يعني ادعموا اليوتيوبر يعني عشان المجهود. احنا بنبذل مجهود عشان نقدر نطلع نتكلم معاكم ونقول الاخبار اللي بتحصل، وكمان على قد ما بنقدر بنحاول نوصل الصورة من وجهة نظرنا. فيا ريت تدعموا اليوتيوبر الاهلاوية. طبعا مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهيره كاس السوبر الافريقي، فرحة كبيرة. احنا امبارح نمنا زعلانين والنهارده هنبات فرحانين بسبب ان في بطولة دخلت النادي الاهلي، بطولة مش 3 نقط، بطولة دخلت النادي الاهلي. وطبعا اللعيبة وقفت على منصة التتويج وخدوا الكاس وخدوا الميداليات. امبارح كنا مستنيين فريق نادي الزمالك بعد اللي عمله كله واحتفالات شيكابالا مع اللعيبة وعبد الله السعيد وناصر ماهر، واللي احنا شفناه في الملعب ده ما كانش ماتش في الدوري، ده كان ماتش نهائي كاس الامم الافريقيه، كان ماتش نهائي كاس العالم للانديه. ده اللي احنا حسيناه امبارح واللي شفناه. وكمان عايز اعلق على موضوع الكور اللي هم كانوا بيخبوها. ده اكبر دليل ان هم مرعوبين وخايفين ان الاهلي يتعادل في اخر دقيقه، لان عارفين ان النادي الاهلي ممكن يتعادل في اي وقت وممكن كمان نكسب المباراه. وبالمره هقول لكم على موضوع تصريح الحكم الدولي السابق، تصريح الحكم توفيق السيد، تصريحه بعد المباراة، وقال ان الهدف الثاني للزمالك هدف غير شرعي، لان كان في فاول على الجزيري ضد عمر كمال في اللعبة اللي هي لعبها باكورد وخبط دماغ عمر كمال. اللعبة دي خبراء التحكيم قالوا انها فاول، وحكم الاحتواء عداها تمام. فالهدف الثاني كان فاول، والمفروض ان حكم الفار كان يستدعي ابراهيم نور الدين عشان يقول له ان الهدف ده في قبليه فاول. لكن طبعا لا حياة لمن تنادي، عشان في الاخر يطلعوا يقول لك ده احنا بنكسب بالحكام. ويعني انا عايز اقول يعني الحمد لله ان هم يعني لو لغوا الهدف كانت هتحصل كارثه، كانت هتحصل مصيبه، بسبب ان هم كانوا هيقولوا ان الحكام بتجامل الاهلي عشان لغوا هدف للنادي الزمالك. فيعني مش مشكله ماتش و3 نقط يغوروا. المهم ان احنا نركز في الفتره اللي جايه، نركز لعيبه. ومارسيل كولر انا طلعت امبارح انتقدته وقلت لسبب الخساره كان مارسيل كولر، ومش انا لوحدي، كل المحللين قالوا انه السبب الرئيسي في خساره الاهلي في ماتش الزمالك هو مارسيل كولر بالتشكيل الخطأ اللي بدأ بيه. احنا يعني لما بيعمل كولر حاجه كويسه بنطلع بنشيد بيه، وطبعا جماهير النادي الاهلي بترفع المدرب لو ماشي كويس وتمام مفيش اي مشكله. لكن لما بنحس ان في مشكله وبقى لها كام ماتش، لا لازم ننبه ولازم ننوه ولازم نحذر. تمام. ده بالنسبه لموضوع مباراه امبارح والفرحه الهستيريه اللي عاشها امبارح نادي الزمالك، وتصريح من الكابتن حسين لبيب وتصريح من ميدو. تصريح ميدو طويل شويه، بس انا مش هقوله كله، بس هو ما معناه انا هعرضه على الشاشه. ما معناه ان احنا بنطلع مبررات للهزيمه، مبررات. يعني تخيل المبرر اللي ذكره في التصريح الطويل العريض ده كله، لو حضراتكم شايفين تصريح طويل عريض اهو، تصريح طويل عريض اللي بيتكلم فيه على ان احنا زعلانين على موضوع ان لعيبه الناشئين الزمالك بيحجزوا الكوره ومش عايزين يلعبوها بسرعه، مع ان دي اساليب ناس، انا مش عايز اغلط بس اسلوب مش كويس، وبيبين مدى خوفكم من النادي الاهلي وخوفكم ان الاهلي يتعادل في اخر دقايق.
وكان الاهلي كان عنده استطاعه انه يتعادل في اخر الدقايق. وانا هعرض على حضراتكم التصريح عشان تقروه. في بقى المذيع اللي كان طالع على قناه نادي الزمالك طلع بعد المباراه على طول، الراجل ده قال كلام يعني حسسني ان الراجل ده يعني دماغه مش فيه، او هو مش فاهم اللي هو بيقوله، او مش حاسس ان هو بيحفل على نفسه. بيقول في قناه نادي الزمالك بعد المباراه على طول، كان في الاستوديو التحليلي، بيقول بعد سلسله من الهزايم دامت 21 عام الزمالك يتخلص من عقده الاهلي وبيضيف بطولة جديدة لدولاب نادي الزمالك. افرحوا يا زملكاوية، دي حاجة ما بتحصلش غير في العمر، غير في يعني بتحصل في العمر مرة. هو الراجل ده وهو بيقول الكلام ده مش حاسس انه بيحفل على نفسه، مش حاسس ان هو بيقلل من نادي الزمالك، او مش حاسس ان هو بيتهم او بيشير ان نادي الزمالك ان مكسبه على الاهلي دي بحد ذاتها انها بطوله. مش حاسس ان هو الكلام اللي بيقوله ده بيقلل منه وبيقلل من نادي الزمالك، وان مكسبه على نادي الاهلي هي البطوله، وافتحوا دولاب البطولات. هتفتح دولاب البطولات عشان تحط 3 نقط؟ انا عايز اعرف، هتحط 3 بطولات هتفتح الدولاب عشان تحط 3 نقط في الدولاب؟ وده اخركم، هي دي فرحتكم الكبيره. فرحتكم الكبيره ان انتوا تكسبوا الاهلي، او الاهلي يتغلب من اي فريق تاني، او انتوا حضراتكم تروحوا تشجعوا اي جماهير نادي بتواجه النادي الاهلي. هو ده اخركم، هو ده اخركم. ما بنشوفش منكم الا كده، لان كل ناس بتتكلم بقيمتها. النادي الاهلي كبير، يعني بيتكلم بوقار، بيتكلم بعظمه، وطبعا كلنا بنشوف كل اللي بيتكلم باسم النادي الاهلي بيتكلم ازاي، وبنشوف الناحيه التانيه بيتكلموا ازاي، والفرق باين وواضح وما فيهوش جدال. عندي عندي كمان في تصريح للكابتن احمد شوبير بيوبخ ابراهيم نور الدين على التصريح اللي قاله بعد المباراه، لان هو بيقلل من مباراه القمه. وبيقول المذيع بيساله بيقول له على الاعتزال ومش الاعتزال، قال له انا ما اعتزلش في ماتش في وسط الدوري تاسع عاشر ثامن، انا اعتزل في حتى لو ماتش اهلي وزمالك، انا اعتزل في ماتش نهائي كاس او نهائي، يعني عايز يعتزل في ماتش نهائي كبير. طبعا الكابتن احمد شوبير ما عجبوش الكلام، قال له ايه بقى؟ قال له عيب لما تقول على الاهلي والزمالك ماتش عادي وبين مراكز التاسع والعاشر، ده اهم ماتش في القاره والشرق الاوسط. انت بقالك شهور بتتحايل على كل المسؤولين وبتحارب الجميع عشان تحكم الماتش ده يا ابراهيم نور الدين، وانت اللي قلت ان انت هتعتزل في 5 لقاءات تلفزيونيه في رمضان. انت اللي قلت. كابتن احمد شوبير بيوبخ ابراهيم نور الدين وبيقول له انت ازاي تقلل من مباراه القمه بين الاهلي والزمالك حتى لو هم في المراكز المتاخره؟ ده لسه المراكز دي وهميه، لسه لما الدور الاول يخلص هيبان بقى الترتيب الصحيح. وطبعا كلام ما يصحش من الكابتن ابراهيم نور الدين، وطبعا من حق الكابتن احمد شوبير ان هو يعني يلوموا على الكلام ده. ماتش اهلي وزمالك حتى لو هما الاثنين بيلعبوا في اخر الدوري، ماتش القمه ماتش على مستوى عالي في مصر وفي الشرق الاوسط كله. عايز اجي في تصريح لابراهيم سعيد لرضا عبد العال، بس انا التصريح ده هسيبه في الاخر عشان التصريح ده مهم وعايزين نعلق عليه. اتكلمنا على موضوع طبعا فوز الاهلي بالبطوله كاس السوبر الافريقي، اتكلمنا على تصريح الحكم الدولي ان الهدف الثاني لنادي الزمالك هدف غير شرعي، وكمان قلنا تصريح الكابتن احمد شوبير، وكمان قلنا سخريه الاعلام الزمالك اللي هي تصريح ميدو، وتصريح الاعلامي الزمالك اللي طلع في الاستوديو التحليلي بعد المباراه وقال ان مكسبنا على النادي الاهلي بطوله هتتحط في دولاب بطولات نادي الزمالك. تصريح بقى رضا عبد العال، انا بصراحه اول مره اشوف رضا عبد العال بيقول حاجه صح وحاجه انا نفسي اقتنع بيها، وبصراحه انا معاه في الكلام ده، معاه في الكلام اللي بيقوله ده. اقول لكم بس رضا عبد العال قال ايه ونرجع هنعلق عليه. رضا عبد العال بيقول الخساره دي في صالح النادي الاهلي عشان كولر يفوق شويه قبل مباراه مازيمبي في نصف نهائي افريقيا، عشان بقى في تكبر
وبيتفلسف ولازم يتحاسب. الحساب اداره نادي الاهلي هي اللي هتحاسب اللعيبه وهتحاسب الجهاز الفني على اللي حصل في ماتش مباراه القمه. وانا معاك ان الخساره دي في صالح النادي الاهلي. احنا امبارح بعد تفكير وقلنا كويس ان ده حصل قبل مباراه مازيمبي عشان ما نقعش في الاخطاء دي قدام ماتش مهم في دوري ابطال افريقيا. فانا متفق مع الكابتن رضا عبد العال في الكلام اللي هو بيقوله، ومتفق معاه كمان ان هو لازم كولر يفوق، يفوق شويه ويركز ويحاول زي ما قلت امبارح ان هو يراجع نفسه. ده التصريح اللي انا، لان طبعا انا ساعات لما بينزل كلام لرضا عبد العال كلام بينتقد النادي الاهلي مش صحيح بنطلع نعلق عليه وبنرد على الكابتن رضا عبد العال. والتصريح ده انا شايف ومن حقه برضه نطلع نقول له التصريح ده كويس وكلامك مظبوط وده اللي المفروض يحصل. وانا اول مره اسمع رضا عبد العال بيتكلم بصدق او بيتكلم بمنطقيه. معرفش بقى هو قاله الكلام ده وهو عارف هو بيقول ايه ولا قاله وخلاص ولا مش عارف. لكن هي الكلام ده انا قلته امبارح في الحلقه، قلت لازم مارسيل كولر يراجع نفسه ويراجع نظام خططه في التكتيك في التشكيل ويشوف ايه اللعيبه اللي ممكن يديها فرصه زي احمد عبد القادر ورضا سليم يبقى موجود طالما سليم، يهدى على طاهر محمد طاهر شويه، يعني يفكر شويه ويهدى. وان شاء الله اللي جاي خير. واللي حصل امبارح ده رد فعله من الاهلي هيبقى قوي وقاسي على كل الانديه وهتشوفوا. وان شاء الله يعني هنتقابل في ماتش المازيمبي اللي جاي وان شاء الله نرجع من هناك كسبانين. وكمان عايز يعني بتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وكمان بتمنى كل يشوف الحلقه يعمل لايك ويعمل شير ويعلق ويقول لنا رايه في الكلام اللي احنا قلناه، ويقول لنا رايه في تصريح رضا عبد العال وتصريح ميدو وكابتن احمد شوبير، كلام كابتن احمد شوبير على ابراهيم عبد الهادي، ويبارك لنادي الاهلي على فوزهم بكاس السوبر. وكمان ما تنسوش تدعموا اليوتيوبر الاهلاويه. ودي كانت اخر حاجه في حلقه النهارده، وبتمنى ان الكل يكون مستمتع. وما تنسوش ان قناه المارد الاحمر للاهلي وللاهلاويه. سلام.